وكان تحب من الاخر يعني من الداخل كما تقولوا في تونس. نقول لك اللي هي بلاد هربت يعني بسنوات ضوئيه، هربت على جيرانها بما فيهم هربوا علينا كابتن الاميد. وهاني جيت في البيت القصيد يعني هاربين بسنوات ضوئيه على مستوى البنيه التحتيه، الملاعب، المنتجعات، الصناعه الخاصه بالسياحه. انا نجم نقول لك باش نحكيو على مونديال إيه. الانديه، مواجهات النصف النهائي، الامور التنظيميه مع حسني الزغدودي الصحفي وصديقنا زاده. حسني نسلموا عليه برشا. حسني مرحبا. مرحبا بك سيد امين. شكرا، تحيه لك وللمستمعين. مرحبا. شكرا لك حسني. ساعة حدد مكانك فين مدينة انت في المغرب توا حاليا، فين بلاصة؟ باهية ذي حدد مكان لأنه الأماكن اللي هنا مختلفة ومتعددة في إطار الميديا تور، الجولة الخاصة بالإعلانيين المعتمدين رسميا للموندياليتو كما يسمى هنا، كأس العالم للأندية. مكاني سيد أمين هو إفران، هي المحطة السياحية الشهيرة، بعبارة أخرى هي سويسرا القارة الإفريقية، أو المكان الوحيد الذي يعني يمكن يلقب أو يقارن بسويسرا على خلفية يعني وجود محطة السكي، محطة التزلج والوجهة السياحية. سيت اون ديستيناسيون إفران. رياضيا نجم نفيد المستمعين بمعلومة أخيرة. إفران أين تدرب سعيد عويتة قبل أن يصبح بطل أولمبي، وأين هناك المركز اللياقي الشهير للجامعة الملكية لألعاب القوى، أين يعسكر هشام القروج لشهرين وثلاثة قبل الدخول في الأولمبياد وقبل الذهبية الأولمبية الشهيرة، لأنها موجودة على ارتفاع 1600 متر تقريبا فوق مستوى سطح البحر في اون التيتود. وعمل الارتفاع زائد الهواء النقي والظروف المناخيه الملائمه يعني لهنا سويسرا تقريبا، سويسرا المغرب. ونحن هنا في اطار الجوله السياحيه بين مدن المغرب في اطار مجهودات اللجنه المنظمه للتعريف بالبلد. ما نجموش نعمل حوجه هكا نحن حسني حسب رايك في الشمال الغربي واضح في مكاني برقه ولا ممكن ولا جبال الشعان معنا زاد نحن سلسله جبليه بون لا تقارن بالسلسله الجبليه نقولوا نتاع المغرب، لكن محترمه. عندنا بيزاج مش خايب نحن في الشمال الغربي هكا ولا يا حسن؟ لا 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 مش خايب، رغم انني لا احبذ المقارنه يعني مباشره. انت نعرف معناها النوايا طيبه، وذكرت الموضوع في سبيل المقارنه. عندنا تبرقه وعندنا عين دراهم وما ناقصنا شيء، وما دام السيره وانفتحت يعني وقت اللي تجي للمنتجع هذا يعني ميشلين لا يحتاج الى اشهار. ميشلين في افران وهو اشهر يعني وجهه سياحيه في هذه المدينه. يعني صحيح تجي على بالك مباشرة ثروات وخيرات بلادي وأماكن بلادي، رغم أنني يعني لا أحبذ المقارنات. يعني أنه منتخب المغرب في نصف نهائي كأس العالم، ملاعب المغرب، يعني نجاح المغرب وإحنا كنا خير، وإحنا يعني لا أريد الانخراط في هذه المقارنات، لأنه التونسي ولا حساس ولا سنسيبل، وبالتالي أكتفي بالوصف وتشخيص الوضع والرسالة الإذاعية دون الدخول في أي مقارنات. وكانت تحب من الآخر يعني من الداخل كما تقولوا في تونس. نقول لك اللي هي بلاد هربت يعني بسنوات ضوئية، هربت على جيرانها بما فيهم هربوا علينا كابتن الأميد. وهاني جيت في البيت القصيد يعني هاربين بسنوات ضوئية على مستوى البنية التحتية، الملاعب، المنتجعات، الصناعة الخاصة بالسياحة، الصناعة الخاصة بالرياضة. أنا أعطيتك من الآخر إذا كنت تحب. ان شاء الله نحن ناخذ نموذج المغرب ممكن ونخدموا عليه ونحاولوا نخلطوا شويه، خاصه فيما يخص اللي يهمنا اللي هو البنيه التحتيه الرياضيه اللي تعاني في تونس. بالاجواء وانطباعك حسني على الامور التنظيميه فيما يخص الموندياليت، وخاصه وانت غبت على المغرب لمده 4 سنوات هكا، ولا اخر مره زرت المغرب عام 2019؟
صحيح. صحيح. غبت يعني فترة كانت، لو أتذكر جيدا يعني المباراة الشهيرة ديربي الوداد البيضاوي الرجاء، يعني ذات يوم من نوفمبر أعتقد 2019 ولا 2018. هذا يذكرني في دبي وما يحدث في المدن التي يعني تتطور بسرعة مذهلة. بما أنك تغيب 6 أشهر أو سنة على أقصى تقدير تجد أشياء جديدة، وتجد يعني مسار يتطور نحو الأفضل. تبدلت برشا المغرب، يعطيهم الصحة وصحة ليهم ووالدان كما يقولوا. يعني كنا محظوظين بالنسبة للوفد الإعلامي المعتمد لهذا الميدياتور، هذه الجولة الخاصة بالإعلاميين بعد الدار البيضاء، يعني الذهاب إلى طبعا الرباط ثم طنجة للمباراة الأولى، ولاحقا مراكش، أكادير، فاس، واليوم إفران. 6 مدن في 7 أيام. يعني على مستوى البنية التحتية الرياضية كذلك اللجنة المنظمة أصرت على إظهار الملاعب والبنية التحتية الخاصة بالبلد، وهذا الكل في سياق حملة، سأقول حملة الكان 25 في إطار الملف المغربي لتنظيم إفريقيا 2025. وهناك يعني صراع محموم مع اتحادات نيجيريا، كذلك مصر، الجزائر. وهناك ملفات مشتركة كابتن، مثل زامبيا يعني تبحث عن بلد شقيق وقريب لملف مشترك بحسب الوفد الزامبي، أو كذلك حتى نيجيريا مناصفة مع البنين في أول يعني تجربة لم تحدث للبلدين من أجل الكان. وممكن أن أجف لك خبر أو أقدم يعني هذا الخبر رغم أنه ليس برسمي الآن، يعني على ما شاهدته وعلى ما تم يعني تقديمه من صورة وترويج، وهي يعني ماركتينج كامبين، يعني هي حملة ماركتينج لكي لا نعتمد اللغة الخشبية، لكي نكون واضحين. يعني الاتحاد المغربي لكرة القدم بقيادة الشهير على الأقل تونسيا هو شهير جدا السيد فوزي لقجع، يعني أعد لحملة ترويجية واستغل هذه المناسبة الموندياليتو أو كأس العالم للأندية التي تنظم للمرة الثانية في هذا البلد 10 سنوات بعد نهائي الرجاء البيضاوي، النهائي ضد بايرن ميونخ الشهير، والذي أيضا كان بأيادي وفكر تونسي ساهم فيه سي فوزي البلزرتي يعطيه الصحة. والوصول إلى النهائي رغم الخسارة 2-0 إلى حد الآن هي أفضل نتيجة عربية في تاريخ يعني مشاركة الأندية العربية في كأس العالم للأندية. رجوعا للموضوع فعلا نؤكد أنها حملة ترويجية ذكية جدا، لكنها يعني متروزة وستري بروفيسيونيل، يعني باحترافية عالية، نوع من الخبرة المتواضعة في بعض البطولات والمونديالات يعني وكؤوس إفريقيا تمكنني على الأقل من الحكم على ما يحدث الآن. هي حملة ترويجية يعني لكسب نقاط، وأؤكد لك بما أنه 80%، وهذا أيضا خبر حصري لإيفان، 80% من الوفد الإعلامي المعتمد على الأقل من طرف اللجنة المنظمة، يعني من إفريقيا جنوب الصحراء، من مالي وانت نازل امشي حتى لجوهانسبورغ، حتى لجنوب إفريقيا، يعني بلدان القارة السمراء جنوب الصحراء. طبعا هذا الكل لأنه المغرب حاليا على الواجهة، يعني سيسولا فيترين، بما أنه ما يكتب حاليا على الملاعب بعد زيارة كل هذه المنشآت وعلى الفنادق وعلى الخدمات، يعني فاسيليتيز كل ما توفرها المغرب كوجهة سياحية. اطلعت على ما يكتب من الزملاء الأفارقة، سواء مثلا في وسائل إعلامية أمين شهيرة LFI أو كذلك سوبر سبورت، قنوات في جنوب أفريقيا، يعني تكتب أشياء قوية على المغرب مفادها بأن البلد يعني مرشح فافوري كما يقال، مرشح قوي لاحتضان الكان 25 وبطولات دولية أخرى في قادم المناسبات.